السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهارده عن الماتش بتاع الأهلي ومولودي سان داونز. معاكم محمود علي في دقيقة كرة. النهارده صراحة الماتش بتاع الأهلي وسان داونز، أنا بسمع ماتش من بداية الشوط. أنا بادئ من الماتش من الدقيقة 5 كده. كانت الدقيقة 5-7 النتيجة 1-0. كنت بشوف بادئ نص ساعة في الماتش بتاع الليفر، كنت مركز فيه قوي. عايز أشوف بعد الفوز بتاع الليفر الكبير. الليفر مضيع كذا كرة في أول الماتش، لكن استقبل هدف في ماتش الليفر. ده قلبتها طبعا على ماتش الاهلي، ان الماتش الاهلي القيمه بتاعته اكبر جدا، والمجموعه ملعبكه، والاهلي في المركز الثالث ولازم يطلع متعادل من الماتش. الاقي الاهلي مهزوم 1-0، لكن انا عارف ان الاهلي طبعا شخصيته هتفرق في الماتشات اللي زي دي. هتبان الروح بتاعته، الروح بتاعت اللعيبه بتاعته. لقيت بتفرج 10 دقائق ربع ساعه من الماتش. انت بتتكلم عن الماتش اللي هو بتاع 2019. اي مشجع اهلاوي شاف الماتش، فهو انت كأنه الماتش اللي هو بتاع 2019، الماتش الخامسه. انت بتتكلم من اللعيبه مش قادره تقف على رجليها. لعيبه النادي الاهلي، اللعيبه بتاعت سان داونز بتلعب لا مركزيه. اللعيبه بتبدل سويتشات يمين مع الشمال مع سرعه رهيبه جدا. اللعيبه بتاعت سان داونز كلهم عيال، تحس انهم عيال صغيره كده بيلعبوا كره شراب. اللعبه بتاعت الاهلي صراحه مش قادره تقف على رجليها، مع ظل عدم تغيير اي شيء من المدرب. المدرب اصر على التشكيله، ما عملش اي تغيير في الشوط الاول. اللاعيبه بتعدي بمنتهى السهوله. انا حسيت ان الاهلي بيلعب مركز مولوديه، مركز الحبانيه بتاع الدرجه الخامسه. سان داونز كان اللاعيبه بتلم الدفاع كله. انت بتتكلم عبد المنعم وياسر ابراهيم ما لمسوش كوره. اللعيبه بتعدي منهم بمنتهى السهوله. علي معلول ما تقدمش ناحيه ما عداش خط النص، هو وكذلك محمد هاني. ميس باص كتير جدا. الشناوي من أسوأ المباريات لو في الموسم عامة. أي كرة بتخش على الشناوي. وحاجه غريبه جدا، اللاعيبه بتشوط الكرة ايه، قوه الشوطه 99. انا كنت يعني مش مصدق. انت اللاعيبه ديت بتلعب في جنوب افريقيا ولا بتلعب في اوروبا؟ واللعيبه كلهم ما يجيبش طولهم 150 سم. صراحة شوط أول للنسيان. أنا والنص ساعة النتيجة 3-1. صن داونز مضيع 4 5 تجوان في الشوط الأول. الأهلي راح بكورة كانت غلطة لعبها القندوزي، لطشها محمد شريف في الجون. يعتبر الحسنة الوحيدة اللي في الماتش. مع ظل استسلام وتراجع في المستوى رهيب جدا من النادي الأهلي. المسؤول، انا شايف ان المسؤول عنه بالنسبه الاولى المدرب ما عملش اي تغيير في الشوط الاول. حتى الشوط الثاني لما نزل قفشه بتاع النتيجه اتحسنت شويه، لكن الفرقه كانت بتلعب على الهجمه المرتده. اي كوره الدفاع مش موجود. حتى لما طلع عبد المنعم نفس المشكله. السرعات، فرق في السرعات واضح جدا جدا جدا. لعيبه سان داونز ولعيبه النادي الاهلي. انت بتتكلم عن النادي الاهلي طول ال 90 دقيقه، طول ال 90 دقيقه ما فيش حد بيلعب فيهم صراحه غير بيرسي تاو، وبمجهود فردي جدا جاب الهدف الثاني وكان هيجيب الثالث. هو ده اللاعب الوحيد اللي كان بيلعب بروح، هو بيرسي تاو. خط الدفاع بتاع النادي الاهلي ما فيش. الباك اليمين ما عملش اي مسانده. ظل تراجع مستوى ديانج الغريب جدا. كان الراجل كان عامل يعتبر موسم من احسن المواسم ليه، لكن في افريقيا مش عارف متراجع قوي، ما ظهرش بالمستوى المطلوب. 4-3-3 في ملعب مفتوح. ما كنتش متوقع ان المدرب هيبدا بيها. كان هيبدا بالتشكيله اللي الاهلي كان متعود عليها، اللي هي اللي هي 3-2-1 ديت. كانت هتبقى افيد لان الملعب كان مفتوح بدرجه كبيره جدا. اعتمدوا على سرعات اللعبه بتاعتهم والمهاره. انا حسيت ان الاهلي بيلعب البرازيل. اللاعب بيمر من اثنين وثلاثة واربعة عادي وبيخش يشوط ويجيب الجون. الشناوي يعتبر من اسوأ اللاعيبة في الماتش. اي كورتين دخلوا فيه بمنتهى السهولة. كرة ما عملش اي رد فعل مع عدم ضغط وتعب واضح واجهاد واضح على لعيبة النادي الاهلي. صراحة الاهلي ماتش سيء جدا، ماتش للنسيان. لكن هيأثر على المجموعة، هيأثر على الفريق بشكل عامة وككل. انت بتتكلم في فريق محقق 13 بطولة،
فريق بيلعب بروح، بيلعب انا قلت في الشوط الثاني هتظهر الشخصيه اللي قال عليها علي محمد علي، شخصيه البطل. لكن الشوط الثاني الاداء يعتبر ما تقولش ان هو يعني اداء كان سيء، الاداء اتحسن كتير جدا جدا، لكن الفرص كانت شحيحه وقليله. في ظل عدم اللمسه الاخيره ما كانتش كويسه. بيرسي تاو يعتبر كان افضل واحد في المباراه. محمد شريف كما كانت الكره بتجيله يعتبر بيخلص الكره، لكن ما جاتلوش كور كتير. سيطره بالطول والعرض والناحيه وقدام وفوق وتحت من لعيبه سان داونز، لعبوا ماتش صراحه خرافي. وصراحه متعقدين، الاهلي معقد اخر 4 5 سنين بيطلعهم من البطوله على طول، فزي ما تقول في طار ما بينه وما بين النادي الاهلي. لكن انا شايف ان كده الموضوع صعب جدا على النادي الاهلي. النادي الاهلي لازم أن يقاتل على كل ماتش، لازم أن يلعب على الماتش الجاي ان هو يكسبه في يكسب الهلال السوداني والمريخ السوداني، عشان انا مش متابع قد كده المجموعات، لان طبعا انتوا عارفين وان شاء الله يحدث تعثر، لان يحدث تعثر الهلال لما يجي يلعب الهلال، قصدي لما يجي يلعب سان داونز، لازم ان شاء الله يطلع بتعادل او سان داونز يكسب، لان لو ما حصلش كده هيبقى في ازمه كبيره للنادي الاهلي. وان شاء الله الاهلي يكمل في البطوله، لان الاهلي لو طلع من البطوله البطوله هتفقد من قيمتها، كبير جدا، حاجه كبيره جدا جدا زي نادي الزمالك، لان الاثنين دول يعتبر من اكتر ناس حاصلين على البطوله. مش هتحس ان البطوله طعم، زي ما زي التورته وعليها حته الكريز لما تروح، سواء النادي الاهلي سواء نادي الزمالك. فان شاء الله ربنا يكون في عين الانديه المصريه، مش عارف مالها في افريقيا تعبانه، مال تراجع المستوى الرهيب ده. لكن النادي الاهلي برضو يعني مع عذره، دوري كاس العالم للانديه ورا الماتشات بتاع الدوري، ماتشات الدوري المصري، وبيلعبوا بدرجه حراره برضو نلتمس لهم العذر برضو، بس مش للدرجات دي يعني، مش درجه 5. اللعيبه تراجع مستوى بس. يعني ان شاء الله العواقب ما تكونش وخيمه، لسه فاضل ماتشين، اللعيبه تقاتل على كل ماتش. ما تستسلمش زي ما كان في النهارده استسلام تام. انا كنت حاسس مش حتى لما الشريف جاب جون التعادل، حاسس ان اللعيبه كده ما فيش حماس، ما فيش روح، زي ما يكون اللعيبه استكفت. ودي حاجه مش من سمات النادي الاهلي ومش من طباع النادي الاهلي. اسال اي حد كان متابع الماتش اهلاوي، انا كان بيقول الذاكره بتاع، يعني انا شايف الماتش اللي هو ايه، اللي هو من 3 4 سنين ده، اللعيبه نفس السيستم، نفس كل حاجه، نفس الكوره، مع اختلاف اللعيبه، مهاره خزعبليه ما تعرفش ايه اللي كان بيحصل، مع اختلاف الاسماء. اول لو كان لو كان الكواليني كان هيقول نفس الجمله الشهيره، انت أو اسم النادي الاهلي كبير. انا والمصحف سمعت اللي كان بيتردد في وداني من قبل النتيجه، كانت 2-1 ولا 3-1. الاهلي كان لاعب كورتين جابهم جونين. الاهلي كان مستسلم بطريقه غريبه جدا، دي مش شخصيه النادي الاهلي ولا من طباع النادي الاهلي. وان شاء الله يعني العوده هتبقى فيها عوده، وده كان كل اللي كان معايا في الماتش ده. ان شاء الله ماتش يعني او حزننا، سواء اهلاوي سواء زملكاوي سواء بتشجع اي حاجه، النادي الاهلي برضه نادي كبير. ونخش بقى على الماتش التاني، ماتش الليفر وبورنموث. انت هو فريق الليفر ده حاجة عجيبة وغريبة السنة دي، يعني انت بتتكلم في فريق بيهزم اليونايتد 7-0، لاعب ماتش يعني يعتبر من احسن الماتشات قدام الريال، مع الكامباك اللي حصل لريال مدريد. انت ريال مدريد طبعا ما بنقارنش، يجي من بورنموث يتهزم. موسم غريب، ما تعرفش ان الفريق كان بيلعب كوره كويسه. اول نص ساعه انا كنت متوقع ان الليفر هيرجع وهيتعادل وهيتقدم كمان. ما توقعتش نعملها بحاجه غريبه طبعا، ان محمد صلاح ده ضربه جزاء، دي حاجه من النوادر، لان صلاح يعتبر من احسن 10 لعيبه بيسددوا ضربات الجزاء. فهي في مشكله في الليفر ما تعرفش ايه هي. انا بدات افكر بتفكير مرتضى منصور ان في سحر معمول لنادي ليفربول. انت بتتكلم في ايه، يعتبر لعيبه دلوقتي يعتبر من احسن الفرق الموجوده في الدوري الانجليزي من حيث التيم من حيث كل حاجه. لكن في مشكله لما تيجي تقابل الفرق الصغيره اللي بتقف تدافع بطريقه يعني بتلعب بالعشر لعيبه ورا. لكن الليفر ما استغلش الفرص. كان دي الميزه بتاعته في الموسم اللي فات. ما تعرفش الطريقه بتاعته بقت محفوظه. مش عارف ايه المشكله اللي حصل لليفر. يعني حد هيقول لي يعني الليفر بيقع كلام من ده التشكيل،
لا ما نقدرش نجزم التشكيل، يعني انت بتلعب بفان دايك، كوناتي، هندرسون، كوناتي طبعا، روبنسون، ترينت، اليسون. يعني تشكيلة. والهجوم عندك نونيز، صلاح، واللاعب الهولندي اللي هو يعتبر انا لعيب جامد جدا. نص الملعب اليوت، هندرسون، فابينيو. يعني تشكيلة، يعني التشكيلة اللي خدت دوري الأبطال، التشكيلة اللي عملت 3 مواسم يعتبر كانت منافسة للسيتي ند بالند. فزل وقوع غريب للنادي، ما تعرفش ايه السبب. عليهم اقساط، عليهم جمعيات. حاجة غريبة جدا، يعني انا مش هي في حاجة يعني مش متوقع، يعني ايه اللي بيحصل. فريق قدام الفرق الكبيرة بيلعب ماتشات أسطورية، بيلعب ماتشات أحسن من أي حاجة. كأنك بتسمع تعليق فارس عوض على ماتشات نابولي. يعني أنت بتسمع الأهداف عايز تعيدها 3 4 5 6 7 8 9 مرات. ويجي قدام الفرق طلائع الجيش، مركز شبابكم حمادة. أنت بتتكلم في إيه يعني؟ الفريق بيقع. يعني انا مش متخيل، مش مستوعب اللي بيحصل. يعني هي حاجة غريبة ومثيرة للشك، يعني ومثيرة للانتباه. انا مش عارف ايه اللي بيحصل لليفر، يعني حاجة مش عارف والله. يعني هو تقولش المصباح قلب ولا ايه، ولا الفانوس، ولا عم يورجن ما بقاش يقلع الطاقية. حاجة غريبة جدا، يعني سقوط يعني يعتبر. يلا نشوف بقى الماتش بتاع دوري الأبطال وإن شاء الله يعني. هو أنا ملكي وبشجع الليفر برضه، بس أنا أحب ابننا محمد صلاح طبعا يوصل لدور الثمانية. بس ما تعرفش بقى الدنيا هتبقى ماشية إزاي. عموما دوري الأبطال الغريب ده هو البايرن ومدريد. إن شاء الله ماتش الليفر، ونستنى ماتش الليفر والريال. هيبقى ماتش إن شاء الله، هيبقى أنا متوقع إنه ماتش كبير جدا جدا جدا. وكان معاكم محمود علي عباس في دقيقة كورة. إن شاء الله اتفرجوا على الفيديوهات دي والفيديوهات اللي قبليها. ويا ريت تدعمونا أو ما تدعموناش، مش يعني اللي انتوا شايفينه. سلام.